السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. معانا النهاردة فيديو، تعالوا نشوف الفيديو هيكون فيه ايه. زي ما انتم شايفين قدامنا ده عدس، معانا حوالي ربع كيلو عدس. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. يلا بينا نبدأ كده ونقول بسم الله. معانا مية سخنة حطيناها كده على النار هتغلي، وبعدين نشوف هنعمل ايه. على ما المية تغلي معانا حبة مواعين كده هنغسلهم مع بعض نتسلى فيهم. واحنا بنغسلهم نستغفر ربنا ونصلي على سيدنا النبي عشان ربنا يكرمنا ويرضى عننا ويرفع عننا البلاء اللي احنا فيه. طبعا النهاردة عاملين عدس لزوم الشتاء اللي احنا فيه. الدنيا عندنا هنا بتشتي ومطرة، فأحسن حاجة نعملها يعني النهاردة هي العدس. العدس من أحلى الأكلات اللي بناكلها في الشتاء، بتدفي وفيها سعرات حرارية حلوة يعني، وطعمها جميل. في ناس طبعا اول ما تشوف العدس هتخرج من الفيديو، بس العدس دلوقتي مبقاش رخيص. كيلو العدس دلوقتي ب50 جنيه. فزمان الواحد لما كان يجيب عدس كان يمشي بيه وهو مخبيه. دلوقتي لما بيجي ب50 جنيه دلوقتي الواحد هيمشي بيه كأنه كيلو لحمة. فربنا يرحمنا يعني من غلو الأسعار اللي احنا وصلنا له، وحال البلد اللي احنا وصلنا لها. وربنا يعين كل واحد يعني بيطلع لرزقه. معاكم عيال ومعاه مصاريف مدارس ومصاريف دروس ومصاريف بيت، فربنا يعني يعديها على خير ويعين رب كل أسرة على مصاعب الحياة اللي احنا وصلنا لها، ويرحمنا برحمته ويرزق كل اللي محتاج يا رب، ويكرمنا من فضله الواسع. يلا بقى صلوا على سيدنا النبي واستغفروا ربنا كتير عشان ربنا يرفع عننا البلاء اللي احنا فيه. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك الجميل بتاعكم، وتشيروا الفيديوهات في كل مكان عشان عيلتي الكبيرة تكبر بيكم، ونوصل لأكبر عدد من اللايكات والاشتراكات. ولو أول مرة بتشرفيني انزلي يا ست الكل وحطي اللايك الجميل بتاعك، اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس وخليه للكل عشان توصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها على قناتي، قناة يوميات نسمة. ادخلوها تعجبكم والمحتوى هيعجبكم قوي. وشيروا الفيديوهات عشان كل اصحابكم يشوفوا الوصفات ويستفادوا منها. اول حاجة هنعملها طبعا هنغسل العدس غسلة كويسة لحد ما تحس ان المية بتاعته نطفت كده وهو نضف. غسلة نظيفة يعني. هنا بقى كده المية غليت، هنزل فيها بالعدس وهسيبه يغلي لحد ما يطلع الريمة بتاعته. هنكمل بقى حبة المواعين اللي عندنا في الحوض، هم حبة صغيرين. وبعد ما خلصت غسيل المواعين زي ما انتم شايفين كده شوية الأطباق اللي كانوا عندنا في الحوض، جبت الأزاز برضو صبنتها تصبينة نظيفة. نيجي بعدين بقى نشوف ايه اللي احنا هنحطه على العدس بعد ما حطيناه على النار. معانا بصلاية صغيرة بقشرها واخليها سليمة زي ما هي كده. معانا برضو طماطماية اهي سليمة برضو، وحتة جزر صغيرة. العدس اهو بدأ يغلي وطلع الريمة بتاعته، هنشيلها بالمعلقة. وبعدين هننزل بالمكونات بتاعتنا اللي هي عبارة عن طماطماية وبصلاية وحتة الجزرة وملح وفلفل اسود. في ناس طبعا بتحط له في ناس بتحط بطاطس وفي ناس بتحط كوسة، يعني كل واحد على حسب ذوقه في الاكل. البطاطس والكوسة هيغيروا طعم العدس، فالعدس يعني لازم يبقى طعمه عدس، احنا مش هنفتكس فيه. فاحنا بنستكفى بس بالطماطم والبصل والجزر والبهارات بتاعته، سواء كان ملح وفلفل. وفي ناس بتحط ورق لورا وفي ناس بتحط مستكة وفي ناس بتحط زعتر وفي ناس بتحط روزماري، فكل واحد على حسب المتاح عنده يعني. وده اهو كده شكل الحوض بتاعنا بقى بعد ما خلصنا، بيقفل اهو. والعدس اهو على النار اهو بيغلي اهو بيستوي، هنسيبه يستوي على نار هادية. على ما نعمل جنبه حبة رز. هنعمل النهاردة حبة رز حبة وحبة، يعني حبة بلون وحبة بلون تاني، طعمه جميل تحفة. بمعلقة سمنة وحبة زيت صغيرين
كل واحد على حسب برضو المادة الدهنية اللي بيستخدمها، حابة تحطي زيت بس، حابة تحطي سمنة بس الزيت بيدي لمعة حلوة، بيخلي الرز كده يعني مفلفل ومفرفر. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ لو محطتوش اللايك يلا انزلوا حطوا اللايك بقى. اول ما الرز ياخد لون اللي هو اللون الذهبي هنزل عليهم بحبة الرز التانيين تقلبتين كده، واظبط بقى الملح بتاعه. احط نص معلقة ملح وحبة صغيرة فلفل اسود، وبعدين هطفيه بالمية بتاعه وهسيبه على نار هادية ياخد يودي مع بعضه ويستوي. هنا العدس بقى كان استوى وانا اخدته وضربته في الخلاط بعد ما برد. هنا بقى انا هعمل العدس بطريقتين، بالطريقة اللي انا اتربيت عليها في بيت بابا، والطريقة التانية جوزي بيحبها يعني بالطريقة اللي انا هعملها لكم دي. اهو العدس بعد ما ضربته في الخلاط اهو. هنا بقى ده احنا اللي انا حطيت فيه السمنة عندنا في بلدنا اسمه طاجن. فانا حطيت فيه معلقة سمنة وهسيبها لحد ما تسخن وبعدين هنزل فيها بالعدس. دي الطريقة التانية بقى اللي جوزي بيحبها، معلقة سمنة وهنزل فيها ببصلة صغيرة لحد ما تصفر وبعدين انزل فيها بالعدس. هنشوف مع بعض يعني. اهو بقول لكم الطاجن لسه مسخنش، اول ما يسخن هنزل فيها بالعدس على طول. الطريقة اللي انا اتربيت عليها طريقة جميلة، جربوها هتعجبكم. هنا بقى كانت السمنة سخنت والطاجن سخن، فهنزل بالعدس عليه. السمنة دي على فكرة برضو سمنة بلدي اهو زي ما انتم شايفين كده. وهحط له برضو حبة كمون وبس، وكده هطفي عليه وهتاكلي اجمل عدس. اهو ده كده الشكل النهائي اهو، بقول لكم جميل اهو. ده شكل الطاجن بقى. نيجي بقى للطريقة التانية. اول ما البصل اصفر اهو هنزل فيه بالعدس بس كده. وهو النوع التاني برضو خلص معايا. وده كان الغدا بتاعنا اهو شكله العدس. وده كان الغدا بتاعنا، غدا سهل وبسيط. وعملت طبعا جنب غدانا الجميل ده والبسيط حبة سلطة. وده كان غدانا النهاردة اللي بيدفي في الشتاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته والسلام.